ايوه، زي ما انت سمعت كده في اول حلقة، الحلقة دي عن العصبية. ولو انت ما اشتركتش في القناة حالا انا فعلا هتعصب. ديفايد اند كونكر، فرق تسد، من اقدم الاستراتيجيات للتغلب على العدو في المعارك. والقاعدة دي للتغلب على العادات السيئة اللي بقالها سنين في حياتك وانت بتحاول تحسن منها ومش قادر تحسن منها. هديك مثال في 3 انواع من التفريق: 1 تفريق كمي، 2 تفريق زمني، 3 تفريق نوعي. التفريق النوعي انت مثلا عندك مشكلة الغضب، يعني كل شوية تتعصب وبتزعق وتشتم وممكن تضرب كمان، وبقالك سنين بتقول لاخر مرة اتعصب فيها واخر مرة هزعق فيها، لكن الامر بيفضل كما هو عليه، ودي مشكلة ولازم نعالجها. وهنا هنروح للتفريق النوعي، وهنا هنبص للمشكلة دي وهنفرقها بناء على الغضب اللي بيحصل. فانت بتقول انا عندي مشكلة الضرب، وعندي مشكلة السب او الشتيمة، وعندي مشكلة ان صوتي بيعلى، وعندي مشكلة ان انا من اقل كلمة بسخن. وهنا هتاخد مشكلة واحدة منهم، يعني مثلا هتقول عندي مشكلة الضرب وفعلا مش هضرب حد تاني، ممكن اتعصب ازعق اشتم لكن مش هضرب حد تاني، وتاخد القرار بناء على كلامك ده، وده قرار من جواك. انت عندك المشكلة دي بقالها سنين كتيرة جدا ومتعود عليها ومش عارف تتخلص منها، فاحنا لازم نجزأها. فانت هتاخد مدة معينة لحد فعلا موضوع الضرب ده يتمنع من عندك خالص، وكده بقى حليت مشكلة الضرب. كده هنبدأ نتجه لمشكلة مثلا الشتيمة او السب. هتقول خلاص انا هاخد قرار في موضوع الشتيمة ده، احنا ممكن نعلي صوتنا، ممكن نزعق الكلام ده، بس مش هنشتم حد تاني. كده عندنا المرحلة الأخيرة اللي هي ارتفاع الصوت، وهنا هتقول لنفسك أنا مهما حصل مهما فعلت مش هرفع صوتي، لأن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا بعد مدة من الزمن انت كده فعلا هتبقى هادي في أي مشكلة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، وتتصرف بعقلك وأعصاب في التلاجة. وبكده هيكون فعلا عالجنا موضوع العصبية. وكده يكون الفيديو انتهى، والموضوع العصبية حاجة سهلة، وأحب أشوف الاشتراك بتاعك منور القناة. سلام.